عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. شباب قاعدة معانا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عاوز أعرف رأيك في مشكلتي مع جوزي وبدون اسم لو سمحت. دلوقتي كنت قاعدة أنا وهو بفرجه على حفلة معاش كنا عاملينها في الشغل للرئيس بتاعنا عشان يقول لي رأيه في الحفلة إيه، لأن أنا اللي كنت منظماها وجايبة فيها كل حاجة. المهم كان في الفيديو لقطتين ليا في الفيديو. أول لقطة زميل ليا ماسك إيدي من فوق الكف ويوشوشني، والله من الدوشة ما فاكرة كان بيقول لي إيه، بس أكيد كانت حاجة عن الحفلة. وتكرر الموقف ده في اللقطة التانية بس من غير مسكة الإيد، لكن زميلي قعد يوشوشني تاني وشدني من طرف الطرحة علشان يوشوشني. جوزي غضب وقال لي أنت ست محترمة، لكن اللي يشوف المنظر ده عمره ما هيقول كده. وبعدين إيه الكلام ده بين الزميل وزميلته؟ إيه اللي ممكن يتقال وشوشة بين زميل وزميلته؟ أنا اتنرفزت جدا من كلامه وأسلوبه لأني محترم ومن بيت محترم، وقلت له أنا غصب عنك محترمة. صوته عالي عليا وقال لي انا عارف انك محترمه، لكن اللي يشوف حاجه ماسك دراعك ووشك جنب بقه مش هيقول كده. فهمت وقلت له انت ما تعرفش الناس دي قريبه مني قد ايه وزي اخواتي واعرفهم قبل ما اعرفك انت اصلا. قال لي انا يهمني سمعتك لانها سمعتي والمنظر مش كويس، واللي انت شايفاهم زي اخواتك ما يقبلوش ان يحصل كده مع حريمهم. عصبني اكتر وقلت له انت مش عارف حاجه وده عادي في جو الشغل. قال لي انا كمان شغال وليا زميلات وانا ما شفتش حد بيعمل كده الا واحده عليها كلام كتير واحنا علينا نتقي مواضيع الشبهات. كلامه زعلني قوي وقعدت اعيط وقلت له انت مكبر الموضوع ومبالغ قوي وعاوز تلبسني الغلط باي طريقه وتثبت انك صح وخلاص، والموضوع اصلا ما فيهوش اي حاجه وانا محترمه وغصب عن عين التخين محترمه. قام عليا والاول مره يمد ايده عليا وضربني في كتفي ضربه جامده. قعدت ما اتكلمتش وهو نزل وانا اخدت العيال وبقى لي اسبوع عند اهلي، واخويا كلمه عشان يجي يعتذر ونرجع البيت، وهو مصمم ان هو عنده حق ومش عاوز يجي وعاوزني ارجع البيت من غير ما يجي يصالحني ونرجع مع بعض. وانا محتاج اعرف رايك عشان هو هشوف رايك اكيد. بص انت مبدئيا شكرا في ثقتك. انا يعني عشان القصه طويله فانا هحاول انا ايه اجزاها اجزاء، يعني معلش انا عايزك تقبلي كامل هقوله لك. طبعا ان انا لازم اتكلم معاك بمنتهى الصراحه. بصي مبدئيا همسك اول القصه موضوع اللقطتين وان زميلك حط ايده عليك والكلام من دوت. فصدقيني انا يعني انا شايف ان انت في النقطه دي غلطانه جدا. انت واخده الموضوع باستهتار وموضوع عادي، لا موضوع كبير وموضوع غلط ومحدش يقبله. صدقيني حتى في الشرع الموضوع دوت ما ينفعش. مفيش اي كلام بيتقال بين زميل وزميله لدرجه انه يوشوشوا بعض. انا بتكلم عن الوصف اللي انت وصفته لي في القصه بتاعتي. فبالنسبه للقطتين دول فدول مستفزين جدا وغلط، فما لهمش اي مبرر. ايا كان هيقول لك ايه او ايا كان ملوش اول حاجه انه يتلامس معاكي، ملوش اول حاجه انه يقرب معاكي لدرجه انه يقرب منك لدرجه الوشوشه. تمام، فالنقطه دي ما فيهاش جدال. ما اقدرش اقول لك اكتر من كده ان انت غلطانه فيهم بدون اي شك. ونبني عليهم بقيه القصه. ان بدايه القصه انا قريت القصه كلها بس انا هفصلك واحده واحده. بس لا صدقني القصه من بدايتها اللي انت عملتيه غلط، تمام، وغلط كبير. تاني جزء اتكلم معاك فيها ما شاء الله يعني ربنا يخليه لك. جوزك انسان محترم جدا وانسان عاقل جدا وبيتمالك نفسه في الغضب فعلا يعني. صدقني يعني هو بيتكلم المنطلق بتاعه والمنطق بتاعه صح، ما فيهوش اي جدال في الكلام دوت. يعني اي حد يشوف فيديو زي كده مش هيظن فيه غير الظن السيء ايا كان بقى. ما فيش مش هيفهم بقى تقول انت مثلا لا ده ناس عارفاهم وناس عايشه وناس اعرفهم قبلك والكلام ده كل الكلام دوت ملوش اي محل من الاعراب. فاي حد يشوف منظر زي كده فهيظن ظن وحش. فاللي انا شايفه واللي اقوله لك ان انت برضو لحد اللحظه دي انت في كلامك ان شايف ان الموضوع ده ما مش غلط فيه، لا بس انت فعلا غلطانه. ونقطه كمان اقولها لك، انت بتقولوا لي انا محترمه غصب عنك، فصدقني الكلمه دي غلط. انت اتجوزت في حقه، ما ينفعش اي ست تقول لجوزها كلمه زي كده. وعايز افهمها لك قاعده عامه، عمر الاحترام ما كان غصب عن اي حد. لسه في ست يعني مفهوم غلط على الموضوع دوت. مفيش حاجه اسمها زي اخواتي اللي هم اخواتك اللي مش اخواتك، مفيش حاجه اسمها زي. تمام، فالموضوع دوت في الشرع فالكلام دوت غلط. وصدقني كلامه فعلا مفيش اي راجل محترم هيقبل على مراته حاجه زي كده، او حد يعني يقرب منها مش يتلمس معاها ويحصل في لمسه يقرب منها لمتر حتى، مش هقول لك مثلا لكام سنتيمتر. فمفيش راجل يقبل حاجه زي كده. بصراحه يعني اللي انا شايفه من اسلوبك ان انت غلطانه وانت معترفه وعارفه من جواك انت غلطانه. بس اللي منعك كبريائك، وكبريائك بس اللي ايه منعك في ان انت تعترف بغلطك. وصدقني ودوت غلط. القصه كلها مش ان هو الراجل بيشك في احترامك او لا، القصه كلها ان الراجل بيفهمك اللي بتعمليه دوت انت غلط. وصراحه يعني اسلوبك انت في القصه وعلى حكيك انت وكلامك انت وسردك انت
الصوت مش لطيف، ما ينفعش يصدر من واحدة زي حضرتك محترمة. فأنا شايف إن أنتِ كل اللي بتعمليه معاه في النقاش ما بينِك وبين جوزِك أنتِ بتقلبي عليه الترابيزة، فأنتِ بتقلبي عليه بالترابيزة تمام، ودي آلية دفاعية بتعمليها عشان خاطر ما تعترفيش بغلطِك، لأ بس أنتِ غلطانة. مجمل هو صح ومش مكبّر الموضوع، أنتِ بس اللي شايفة الموضوع بسيط، لأ هو موضوع مش بسيط، الموضوع كبير جدًا، هو رد فعله على قد ما يقدر بيحاول يهدّيكِ، بس صدقيني الموضوع مش بسيط. أمّا بالنسبة لموضوع الضرب فصدقيني يعني طبعًا أكيد إحنا ضد الضرب والكلام من دوّة، بس هو إحنا عشان نبقى منصفين أنتِ اللي وصّلتيه لمرحلة زي كده، يعني الراجل عن سياق كلامِك أنتِ الراجل بيحاول يتفاهم معاكِ بالراحة والكلام من دوّة، وأنتِ برضه بتقاوحي معاه في الكلام وبتتجاوزي معاه، وأنتِ ذكرتِ في كلامِك أنتِ كان صوتِك بيعلى عليه، فصدقيني أو العمر دوّة فأنتِ اللي اضطريتيه لحاجة زي كده، فأنتِ بتقولي أول مرّة يعملها فهو مش طبعه، فبالتالي أنتِ اللي لازم تفهمي إن أنتِ اللي وصّلتيه للمرحلة ديّة بأسلوبِك معاه، وخديها قاعدة بنت الناس، ما فيش راجل هيبقى على نفسه حاجة زي كده، يعني القصة بس يعني مثلًا أي حد من المشاهدين سمع القصة ديّة بمجرد سماعها بس أو تخيل الموقف مش هيقبل حاجة زي كده، فجوزي زي ما قُلت لِك ما شاء الله عليه يعني راجل ما شاء الله عليه يعني. في الآخر أنا شايف أنتِ ما لكيش أي حق تسيبي البيت وأنتِ غلطانة أصلًا، يعني القصة في بدايتها وآخرها أنتِ غلطانة، فأنتِ ما لكيش حق تسيبي البيت تمام، هو عنده حق ما ينفعش ييجي لِك إن أنتِ مشيتِ من بيتِك، وأصلًا حتى لو حصل أي حاجة يا جماعة مش أي حاجة تحصل مشكلة بين راجل وست تسيب البيت وتمشي الست ده غلط، فبالنسبة لموضوعِك أنتِ لأ أنتِ غلطانة، وهو عنده فعلًا حق إنه ما يجيش يعتذر لِك، أنتِ لمّي شنطتِك وروحي ارجعي بيتِك وصالحي جوزِك وراضيه، والله العظيم الراجل اللي أنتِ متجوزاه ده راجل محترم جدًا، أنا ما اشوفوش أنا على كامل وصف بتقولي اللي أنتِ قايلاه، فأنتِ أنصفتيه من نفسِك، فبالتالي الراجل ده محترم جدًا ما تخسريهوش وراجل ذوق جدًا، وصدقيني يكفي إنه بيتمالك نفسه في الغضب دي مش عند رجالة كتير، لمّا ترجعي له اعتذري له وعرّفيه إن أنتِ عرفتِ غلطِك تمام، والله أنا كنت مُنصِف معاكِ على قد ما أقدر، بس صدقيني أنتِ موضوع كبير أنتِ شايفاه سهل، في دي استهتارِك بيه صدقيني دي علامة استفهام وغلط كبير من عندِك، يعني خلافًا للغلط اللي حصل المشكلة، فصدقيني استسهالِك الموضوع دوّة أنا مستغربه من حضرتِك، بس يا ستّي الموضوع بسيط وبإذن الله خير وشكرًا. وفي النهاية نتمنى تكونوا فِقنا في حل المشكلة، وإن الحلقة تكون نالت إعجابكم، ولو في أي حد بتواجهه مشكلة فما تغلطش وتواصل معانا، وهيلاقي كل المعلومات اتصل بينا متاحة تحت في صندوق الوصف، طبعًا ما تنساش اللايك لإن اللايك دوّة أهم وأفضل حاجة ممكن تقدمها لصانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه أو يطوّر منه، وكذلك الشير وكذلك الاشتراك في القناة عشان نقدر نوصل لناس أكتر ونساعد ناس أكتر. وفي النهاية ما ننساش إخواننا في غزة وفلسطين بالدعاء، ومحاولة نشر الرواية والسردية الفلسطينية في كل مكان، وكذلك يا جماعة المقاطعة سلاح مهم جدًا، اللي ما قاطعش يقاطع، واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعة لاستغناء، وبإذن الله ربنا ينصرهم. ودمتم في رعاية الله وأمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.